العالم اللي كنشوفو اليوم مرون ونايض فيه ديال بصح. مره كنشوفو ماكرون مضارب مع ترامب على ود غرينلاند والموارد ديالها، ومره صداع بين الميريكان واوروبا، ومره كنهضروا على الحروب اللي شاعله ديال بصح لا في الشرق الاوسط لا وسط اوروبا. كلشي مخلوع وكيتسنى شنو غيديروا القوى العظمى في العالم. ولكن وسط هاد الروينه كامله فين جا موقع المغرب؟ كاين واحد الدوله كتلعب الشطرنج بذكاء وبهدوء، واليوم دارت خطوه كبيره اللي ما توقعها حتى واحد. يا سيدي المغرب دار خطوه كبيره اللي ما توقعها حتى واحد. وفي هاد لا فيديو هادي غنوريكم كيفاش دخل المغرب لمجلس السلام من اوسع ابوابه، وعلاش ترامب اختار الملك محمد السادس وبالضبط المغرب باش يكونوا ما بين الدول القليله اللي غتاسس هاد المجلس. مالك الا دابا تبغى دير واحد جيم كومونتير ونكملوا لا فيديو ديالنا. بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاهل المغربي الملك محمد السادس يعلن انضمامه إلى مجلس السلام الدولي كعضو مؤسس، موافقة تدفع الرباط في اتجاه المصادقة على الميثاق التأسيسي للمجلس في خطوة تمنحها موقعا مبكرا داخل الهيكل الجديد الذي تسعى واشنطن إلى إقامته بحسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية. الخبر مؤكد 100% وكل شيء كيدوي عليه. جا من قلب المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. ناصر بوريطة كيسيني رسميا على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام، ومع من مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في نفس الطبله. وهادشي اللي دار راه ماشي غاجي وجلس، حيت الحفل اصلا كان بالرئاسه ديال دونالد ترامب، والمغرب هو البحرين كانوا هما الدول الاولين اللي غادي يسينيو رسميا. ومع سينا المغرب ترامب غادي يعلن رسميا على ان مجلس السلام دخل حيز التنفيذ وغنبداو خدامين فيه من دابا غيطيحوا في راسك شي اسئله، واللي منهم علاش هادشي مهم وشنو هو بعدا هاد مجلس السلام. هاد المبادره هادي اقترحها ترامب باش يلقاو الحلول لهاد النزاعات والحروب اللي كاينه في العالم، وخصوصا في الشرق الاوسط. ومنين كنهضروا على الامن في الشرق الاوسط راه ما كاين حتى شي واحد اللي عنده مصداقيه اكثر من الملك محمد السادس اللي كيتعتبر رئيس لجنه القدس. المهم الخوت، هاد المجلس هذا راه ماشي اي واحد يقدر يدخل ليه، والدول اللي كتاخذ فيه قرارات محدوده بزاف ويكونوا موثوقين 100%. وراه اللي داخلين لي دابا راه غير الزعماء الصحاح والمؤثرين في العالم. ترامب قال لهم اللي بغى يكون عضو في مجلس السلام خاصو يخلص $1 مليار، عقد دائم فيه تبلغ $1 مليار. ولكن راه بزاف ديال الدول خلصوها الى المغرب دخل بزيرو درهم. بحال فاش كيكون صاحبك مول العرس كتدخل انت فابور. غتقول لي علاش؟ اول حاجه حيت الامريكان تعتبر المغرب الشريك الرئيسي ديالها، وثاني حاجه ان المغرب من الدول القليله اللي بداو هذا المجلس من الزيرو. داكشي علاش المغرب عنده عضويه دائمه بزيرو درهم. يعني الا بغينا ندوي نيسان الكبار كيجلسوا مع الكبار وكيقرروا امور الصغار. هاد الخطوه اللي دارها ناصر بوريطة هي راه اعتراف من الامريكان ومن جميع دول العالم بان المغرب غادي في الطريق الصحيح، وبان المغرب راه فاعل اساسي في السلام في العالم، وماشي غير كيتفرج راه كيحط يدو وكيعطي قرارات. بغيتكم ضروري تخلوا لي الاراء ديالكم في الكومونتيرات. كان معكم عز الدين فيديو جديد، تهلاو.